ده نصيب يا روحية يا حبيبتي. الجواز زي ما بيقولوا اسم ونصيب. الاسم والجمع جولك كتير، انت اللي طرحه الموضوع ده من دماغك. يا حبيبتي يا حبيبتي افهميني، انا ليا نظام خاص في حياتي، وانا متأكدة اني مش هلاقي راجل يمشي على النظام ده زي ما انا عايزة. واخرتها يا نظيمة يا حبيبتي، سنك دلوقتي عدى ال35 ووصلت المركز قد الدنيا، وشقتك اهي طويلة وعريضة، هتفضلي عايشة لوحدك كده لغاية امتى؟ يا حبيبتي يا روحية، المدرسة مالية عليا حياتي، خليك انت في بيتك وجوزك وعيالك وما تشغليش بالك بيا. اختك التوأم يا نظيمة واكبر منك ب5 دقايق بحالهم، ومن حق اطمن عليكي. وبعدين بقى بصراحة بقى دي وصية المرحومة ماما، انك تغيري نظام حياتي يا روحية. اني اجوزك، قالتها لي قبل ما تموت بثواني، وراحت حاطة دماغها ومن ساعتها ما صحيتش. ازاي يا استاذ شديد تطلع سنة اولى للفصول قبل سنة تالتة؟ ده غلط وتسيب. ودي فيها ايه يا فندم؟ المهم ان الاولاد كلهم يطلعوا ومحدش يتحرم من التعليم. ده كلامك انت يا استاذ، لكن النظام له رأي تاني. ويا ترى النظام قال لسيادتك ايه؟ ها؟ انت